طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم مجددا في لقائنا للحوار والكلام عن معتقد المسيحيين. المعتقد الذي يؤمن به المسيحيين هو معتقد باطل 100%. لا يوجد لديهم أي دليل عن أي شيء يؤمنون به. كاين واحد المسألة اللي غنتكلموا عليها اليوم إن شاء الله في هذا التسجيل ديالنا، هو الخطيئة الأصلية. المسيحيين تؤمنوا بالخطيئة الأصلية. تسولوني ما هي الخطيئة الأصلية؟ الخطيئة الأصلية يا إخوان هي أن المسيحيين يأمنوا أن كيف إحنا كنأمنوا أن سيدنا آدم أخطأ، وأنه كلام الشجرة اللي نهاه الله أنه ما يأكلش منها. حسب المعتقد ديالنا احنا كمسلمين كنأمنوا أن الله سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم ذلك الذنب، صافي غفر له ذاك الذنب اللي دار، بدليل أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 37 يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن صافي دار ذنب، تعاقب عليه، العقاب دياله هو أنه أخرج من الجنة، صافي تعاقب وربي غفر له ذاك الذنب. باش كيكملوا كذلك المسيحيين تيامنوا كذلك ان المسيح ان سيدنا ادم انه قام بذنب. سيدنا ادم دار ذنب في ذنب ملي كان في الجنه، ولكن ما تيامنوش ان الله غفر له. ان الله كيامنوا هما ان ربي خلاه بالذنب ديالو، وان السلاله ديال سيدنا ادم، ان ولاده ان البشريه كلها بقات كتاخذ داك الذنب كتورثو، انه كيخلق الانسان بالذنوب ديالو، كيخلق بالذنوب. تخيلوا ان بنادم حسب المعتقد المسيحي ان بنادم مازال صغير بيبي تيتولد بالذنوب ديالو، في حين ان احنا في الاسلام ولله الحمد كنعرفوا ان الدري الصغير ملي كيتولد بدون ذنب، تيتولد كصفحه بيضاء بدون ذنب، بدون وزر، بدون اي شيء، بدليل ان الله سبحانه وتعالى في سوره النجم الايه 38 يقول الله سبحانه وتعالى: الا تزر وازره وزر اخرى. بمعنى الى در با شي ذنب انا ما نتحملش بالذنب ديالو، وإلا درت انا شي ذنب با ما غيتحملش الذنب ديالي، وولادي ما غاديش يتحملوا الذنب ديالي. كل واحد كيتعاقب على حسب الذنب اللي دار، هذا بالنسبه لنا حنا كمسلمين. المسيحيين ما تيامنوش هذا الايمان. المسيحيين تيامنوا ان الانسان تيبقى يحمل ذاك الخطيئه، يبقى يحملها، يحمل كل جنس البشري كله حمل الخطيئه ديال سيدنا ادم، في حين ان كيف قلنا ان الله سبحانه وتعالى غفر لسيدنا ادم وتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، ان الله تاب عليه وغفر له. كي قلت لكم في الاول ان المسيحيين ما عندهم حتى شي دليل في الكتاب ديالهم على المعتقد، اي معتقد كيعتقدوا المسيحي او تيقولوا بفمو ما كاينش في الكتاب ديالو، هو مجرد تعاليم تياخذوها من عند الاباء ديالهم الموجودين في الكنيسه، وهذا ما كان. طيب، نعطيو دلائل ان على بطلان هذه العقيده الباطله، هي عقيده الفداء او الخطيئه الاصليه. عقيدة الخطيئة الأصلية عندهم عند المسيحيين ان من الكتاب ديالهم ما كاينش المسألة ديال الفداء ديال الخطيئة الأصلية. نشوفوا النصوص، حنا كنطالبوا المسيحيين اول شيء تنطالبوهم الا كانوا تيبغيو المسيح خاصهم يتبعوا الكلام ديالو، لان هذا هو الشيء. شنو قال في يوحنا 17:24؟ شنو تيقول المسيح؟ الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. اللي ما تيبغيش المسيح ما يحفظش الكلام ديالو، ولكن اللي تيحبه خصو يحفظ الكلام ديالو. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب. الآب هو الله سبحانه وتعالى، بل للآب الذي أرسلني. بمعنى المسيح مرسل من الله سبحانه وتعالى. طيب، إلا كنت المسيحي، إلا كنت كتبغي المسيح، فعليك أنك تتبع الكلام ديالو. فإحنا تنطالبوك من هذا المنطلق أن فين المسيح تكلم عن خطيئة آدم، على الخطيئة اللي دارها آدم أصلا في الإنجيل كله، في الورق ديالو كلهم، فين المسيح أصلا تكلم على آدم؟ المسيح لم يتكلم عن آدم أصلا، فبالتالي لم يتكلم عن الخطيئة ديالو. نشوفوا إن شاء الله دلائل من الكتاب المقدس اللي تيأمنوا به النصارى على أن ما كاينش حاجة سميتها أن الخطيئة ديال آدم أن تيورثوها البشرية. نشوفوا النصوص ان في حزقيال شنو تيقول؟ وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الاب، اما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها في حياة يحيى. اذا الابن ما دارش الذنوب بحال با، اذا هو الابن غيدخل الجنه، ما عنده حتى شي ذنب. الابن ما عنده حتى شي ذنب، الوغ الا خايب باه يكون داير الذنب، الولد ماشي شغالو في داك الذنوب. الولد الا كان كيتبع الكلام ديال الله فهو غادي يدخل الجنه حسب النص. نص اخر في التثنيه، شنو تيقول النص في سفر التثنيه؟ النص شنو تيقول؟ لا يقتل الاباء عن الاولاد، لا يقتل الاباء عن الاولاد، ولا يقتل الاولاد عن الاباء، كل انسان بخطيئته يقتل. الوغ فين المسيحي يا اصحاب العقول، فين ان المسيح
قال ان على الخطيئه عن خطيئه ادم. فين انك تعرف فين عندك في الكتاب ديالك الدليل ان البشر غياخذوا الخطيئه ديال ادم انهم بقاو نورثوا ذاك الخطيئه؟ هو النص كيقول لك لا يقتل الاباء عن الاولاد، بمعنى الاباء لا يقتل عن الاولاد. الا الولد دار شي خطا الاب ما كيحتملش ما كيحملش ذاك الذنب ديالو. ولا يقتل الاولاد عن الاباء، بمعنى الاولاد ما تيحملوش الذنب ديال باهم. كل انسان بخطئه يقتل، ولا تزر وازره وزر اخرى. الا انت درتي شي خطا غادي تعاقب بحسب الخطا اللي درتي، ماشي بالخطا اللي دار باك. طيب نشوفوا نصوص اخرى. نشوفوا فين في حزقيال 18:20 شنو تيقول النص؟ النفس التي تخطئ هي تموت، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الاب، والاب لا يحمل من اسم الابن. بر البر عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فين هي خطيئة ادم؟ فين هي؟ أين هو الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين هو الدليل ديالك المسيحي؟ فين هو الدليل على خطيئة آدم؟ هالنصوص باينة واضحة أن الابن ما تيحملش من خطيئة الأب. ألو آدم، حنا في المعتقد الإسلامي عندنا أن الله سبحانه وتعالى غفر لآدم، ولو أن واستغفر الله العظيم، ولو أن آدم لم يغفر له الله إلا الله مغفر له، فأنا ماشي مسؤول أن على شي خطأ دار واحد آخر، أنا ماشي مسؤول أن نتحمل خطأ دار واحد آخر. طيب نشوفوا نص آخر ان الله سبحانه وتعالى كيغفر الخطايا. الله سبحانه وتعالى يغفر الخطايا وما تيحتاج ليسوع الاله ديال الكيان النصراني انه يموت على الصليب ولا ما يموتش. انا ماشي تغنى فيه ان الانسان اذا استغفر الله يغفر الله له. فين كاين النص؟ في اخبار الايام الثانيه 7:14 شنو تيقول النص؟ فاذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طريقهم الردية فانني اسمع من السماء واغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. إذا فين هو هذا المسيح اللي خصنا نآمنوا به؟ حسب المعتقد المسيحي تيآمنوا أن خص كل إنسان يآمن أن المسيح مات على الصليب باش يفدي ذاك الخطيئة آدم. هادشي غير تخربيق ما كاينش. الله سبحانه وتعالى يقول لك في العهد في اخبار في الايام الساره في الكتاب المقدس اللي تيامنوا به النصارى. حنا ما تنقولوش من القران، كنقولوا من الكتب اللي تيامنوا بها النصارى. فاذا تواضع شعبي الى الشعب تواضع وبدا يدعي الله وكيستغفر الله فالله غادي يغفر ليه بالدليل والبرهان. فاين دليلك ايها النصراني؟ نص اخر في العدد، في سفر العدد، فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. علاش؟ لان ذاك القوم عندهم الخطيئة، الو حنايا نبعدوا عليهم. علاش قال لهم بعدوا عليهم؟ الو علاش ما ياخذوش هما الخطيئة منهم؟ الو كل واحد اللي دار شي ذنب يتعاقب على حسب الذنب اللي هو دارو، فقط لا غير. طيب هذا كان من بعض النصوص اللي كيستدلوا بها النصارى. احنا النصوص اللي كنستدلوا بها ضد المعتقد المسيحي اللي ما عندوش اصلا شي دليل. كنظن انني وضحت، وكنتمنى انكم تزورونا في الغرفه ديالنا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.